ممكن حد فينا يسأل نفسه ليه ربنا بيبتلينا ببعض الابتلاءات والأقدار، وليه بيحصل اللي بيحصل؟ لما الملائكة استغربوا من خلق آدم وذريته وعرفوا إنه فيه من لا يسفك دم ويفسد في الأرض، كان إجابة ربنا إني أعلم ما لا تعلمون. ابن كثير قال ربنا رد على سؤالهم وقال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني ربنا شايف مصلحة كبيرة في خلق الإنسان أكبر من المفاسد اللي اتكلموا عنها. ربنا هيبعث فيهم أنبياء وهيرسل فيهم رسل، وهيكون فيهم الصديقين والشهداء والصالحين والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربين والعلماء اللي بيشتغلوا بعلمهم، الخاشعين والمحبين لربنا اللي بيتبعوا رسله صلوات الله وسلامه عليهم. يعني ممكن بعض الأقدار المؤلمة تكون سبب في عبادات عظيمة ربنا بيحبها والكون بيتزين بيها، وعمرك ما كنت هتطلعها من جواك غير لما تمر بالآلام دي. ومن الحكم اللي قالتها سورة آل عمران عن الجرح اللي أصاب أهل الإيمان ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فبلاش تحزنوا على الأماكن اللي اتأذت واتبلت، دي مصابيح الأرض ونجومها لأنها بتطلع منها عبادات ربنا بيباهي بيها الملائكة. وبلاش تنخدعوا بتقلب أهل الطرف والفساد في الأرض، ده متاع قليل وبعدين هيرجعوا لربنا. فيا مؤمنين اصبروا وصابروا ورابطوا وما تفتنوش بتشابه الأقدار، وردوها للمحكمات اللي عرفتوها عن رحمة ربنا وحكمته ولطفه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.